الفقه الإسلامي ثري. العقد صحيح لأنه لا يوجد شيء يحرمه. زوجها أصبح زوجها إذا مات ترثه. يستطيع أن يتزوج من رضيعة، هذا ما قلته دكتور أحمد. عندما يتشوه الفكر والإنسانية والروح والعقيدة تكون النتيجة صوراً قبيحة لأشباه بشر ينثرون الفتاوى المشوهة هنا وهناك لتخريب المجتمع وإشباع الذئاب البشرية. لو جاك رجل وأراد أن يتزوج من رضيعة عمرها عام أو عامين، تقبل بهذا الزواج؟ لو جاني أنا؟ نعم. يبغى يتزوج هو؟ لا. هو هذا ولي الأمر عندما يكون في ظروف قاسية جدا. أضرب لك مثل، حتى لو جاء تحت هذه الظروف، دكتور أحمد، اسمحي لي أستحلفك الله الذي لا اسمحي لي عشان أرد على الصورة. لو أن رجلا لديه مرض الآن السرطان وبين عشية وضحاها سوف يموت ولديه طفلة، أين تذهب؟ هل للملاجئ أم يتبناها رجل يعني ويشرف عليها إلى أن بس حتكبر حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها؟ لم يكتفي من يحاولون تشويه العقيدة والمعاني السامية للدين الإسلامي عبر إرهابهم الحاقد بجهاد نكاح يعري حقيقتهم، بل وانتقلت شريعة الغاب التي يعتنقون لكي يفتي أحد الشياطين عبر إحدى القنوات بجواز الزواج بالرضيعة شرعاً، طبعاً حسب شريعته. لو أن هذه الرضيعة ماتت أمها وتركت لها مبلغ من المال وأراد والدها أن يشتري لها بهذا المال 1,000,000 ريال تركت لها، وأراد أن يشتري لها عقاراً، أليس من حقه أن يشتري هذا العقار؟ يعني يتم الإيجاب والقبول في البيع نيابة عنها؟ أليس من حق الأب أن يشتري لها؟ من حقه. كذلك من حقه أن ينوب عن ابنته في إجراء العقد. هذا الذئب البشري المنتمي لمملكة بني سعود باع ضميره وإنسانيته واعتنق شريعة حيوانية أبعد ما يكون عن الدين الإسلامي الحنيف. الغرب يجهل الفقه الإسلامي ثري. الفقه الإسلامي، هل تصدق الآن أن كما قال فضيلة الشيخ أن الأحكام الفرعية تتبدل مع تبدل الأزمنة والأمكنة؟ إلى متى سوف يبقى لمثل هذا المعتوه أخلاقياً وفكرياً وجود في بعض المجتمعات العربية التي يتحكم بها مجموعة من المعتوهين نفسياً يبيعون ويشترون بالبشر بحقد وإرهاب فكري وأخلاقي يهدف لتدمير المجتمع العربي وتطبيق شريعة الغاب ليبقي التخلف والانحطاط الفكري على كراسي بني سعود وغيرهم من كبيري البطون طويلي الذقون.